ريحون، شلونك؟ صباح الخير. صصو صصو، صباح الخير، شلونكم؟ صباح الخير، شلونكم؟ بعد انقطاع مدة كلش طويلة من اليوتيوب قررت ارجع اليوم بفيديو بسيط انا بالبيت ويا البزازين. راح نسوي اكل اليوم، راح نطبخ، نسوي حلا. طبعا ماكو داعي نسوي حلا لانه الحلا هنا. تعال ريحون، تعال حبيبي. هسه راح ابلش اسوي الاكل. اليوم راح اسوي غدا وراح اسوي حلا وراح اسوي شيء يشبه بديل الصمون بس كله يضعف، يعني حتى الحلا يضعف. فخليكم ويانا بالفيديو على مود نشوف ايش راح نسوي. نجيب الدجاجة، هسه راح اقصصها اسويها بالنص لانه الدجاجة كاملة هواية علي، وبعدين احطها بالاير فراير. طبعا هنا انا جهزت تشيز كبير، انا مدرسة اذبيه القطع اللي ما اريدها. فعندي السكاكين احسن، بس لانه ما يفوتن بالثلاجة لازم غسل ايد وهالامور، ما حبيت انه استعملهن صراحة لان هاي شوي تعبني بالقص. لا والله بدها تقص زين، ها والله زينة. والله زينة، وانا اخذتها رخيصة قلت هسه ما تقص. حبيت صدق حلوة. طبعا اكيد هاي الغراض كلها امي تعرف بيهن، لانه من اجيبهن امي اللي راسا ندق عليها فيديو واقول لها شو اخذت شو اشتريت. فهسه هي بدها تتفرج اكيد راح تعرف انا شخص يا سكاكين. والله الدجاجة كاملة هواية. راح اسويها شوف. عندي هذا الكلينكس مال البكتيريا، هذا بالبيت عندي ما يفرغ من عنده. بس اجي هنا، هذا مضاد مال البكتيريا، اجي اعقم المنطقة مع العلم انه ما صار تماس، بس يعني خاف شي طار، فد شي قطر ولو. طبعا كان راويتكم بس بعدين خاف يسووا اعلان لانه هنا القوانين تقول انه ممنوع تعرضون شي، واذا تعرضون شي لازم تقولون عليه انه هو اعلان او لا. فصراحة دا ابعد روحي عن المشاكل، بس هو من النوعيات اللي انا اوثق بيها. هسه راح نبلش بالتتبيلة. طبعا اكيد نحط فلفل حار مجروش، هاي لازم احط من عنده، تسوي الاكل كلش طيب. ثوم باودر، هو اطيب شي بالشوي صراحة انا اشوف الثوم الباودر. انا احب اكثر لانه نكهته لانه باودر ما تبين يعني مباشرة. هاي بابريكا، هذا شوية ملح، هذا خل بلسمي. اطيب شي بالشوي الخل البلسمي لانه يتكرمل، مو بس يطعم حموضة يطعم كرمل همات يعني. احب اضيف له شوية كاتشب. وهاي صلصة مال فلفل حار بس كلش حار، طعمه كلش طيب. هو يمكن هالقد ما حار مبينه كأنه ما مدخن بس هو ما مدخن. هسه اجي واخلطه زين. انا احب اخلطه بهاي الطريقة، يصير شكل الدجاجة هيج، واعوفها مدة شي ساعة بالخلطة. هسه راح اترك الدجاج هنا يتبل وبعدين احطه لو بالاير فراير لو بالفرن، بعدنا ما مقرر. هسه راح اسوي حلا ما يسمن. هيات الحلا بدي لا الشاغل. هسه راح اسوي حلا يقولون انه ما يسمن، فراح نجرب ونشوف اللي هو مثل البسكت، لانه اني دا احاول اضعف فما حاب احرم روحي، فراح اسوي امور الواحد يقدر ياكلها ويشبع بس ما تسمن. وراح اسوي شاي عراقي بشكر
بس ما يسمن. خلينا نشوف الشغل ما اعرف. يقولون انه على اساس هذا الحلا، طبعا هم مو يقولون، هو علميا صح انه اللي ياكله ما يرتفع عنده مستوى السكر بالدم، يعني حتى اللي عندهم مرض سكر يقدرون ياكلون هذا الحلا. زائد ليش يضعف؟ لانه ما يرفع نسبة الانسولين. يعني اللي مسوي نظام غذائي بدون كربوهيدرات ممكن يحلي وبنفس الوقت جسمه يظل يحرق دهون. هذا كوب جوز هند، نضيف عليه بيضة، نضيف عليه كم قطرة فانيلا بس بدون شكر، يعني هاي الفانيلا مجرد انه عطر وريحة. هاي خلصت. هسه نجي نضيف تقريبا خاشوقتين ستيفيا. هذا شكر ستيفيا، هو يستخرجوه من نبتة اسمها ستيفيا، يعني هو يعتبر سكر طبيعي، طعمه حلو بس صفر كالوريز، وبنفس الوقت ما يرفع معدل الانسولين بالدم، فهذا ممكن نستخدمه مكان الشكر كمحلي. هسه انا ضفت خاشوقتين، حتى راح اضيف شوية بعد شوية لان دا اسوي بسكت صحي. شوية اقدر اضيف وياه بيكنج باودر، نص خاشوقة صغيرة. وصراحة اني اختياري من عندي على مود تطلع انجح. هذا طحين، بس هذا طحين جوز هند، نفس هذا الجوز هند وصلوا مرحلة الطحين. هواية اشياء، فانا راح اضيف شوية على مود شوية يلزم بالقوام، يساعد انه القوام مالتها يتماسك. حتى جوز هند هسه عرفت ليش يضيفوا له مواد من يعجنوه، عم ياخذون على طعمه لانه طعمه جوز هند صريح. وهسه اجي اضيف تقريبا نص، شوية اكثر من نص راشي. هاي الوصفة شفتها من شيف عراقي على التيك توك، وحبيت اني اجربها، لانه هسه انا هالفترة دا اسوي اللي هو انه انت تاكل طبيعي وما تحرم روحك وتسوي صيام بسيط وتاكل كل اللي انت يعجبك، وبنفس الوقت تبدا تضعف. وانا سويته قبل كم شهر، صدق ضعفت بشكل مو طبيعي، بس ما اعرف ليش تركت ورجعت. هسه اجي واخلطه. راح اجي واعجنه بايدي، طبعا ملمس عجين. اتفاجأت انه ما عندي ورق زبد. هذا الشيء راح يوقفنا، لا راح السلبان ان شاء الله ما يلزق، والله ما اتوقع يلزق، بس ان شاء الله ما يلزق. عندي هاي العجينة مال البسكت صارت جاهزة، مجرد راح اشكلها بعدين احطها بالفرن. طبعا ما اعرف شلون راح اشكلها، بس راح اسوي احسن ما عندي. والله صراحة طلعت حلوة. اول مرة اجربها بس ريحتها كلش طيبة، يعني اذا نجحت راح اعتمدها بشكل يومي، لقيت سهلة. دائما اخير وحدة لو تصير كبيرة لو تصير صغيرة، في شكلها راح تصير كبيرة. وهاي عندي حبات لوز مملح، طبعا مو اجباري بس انا عجبني اضيف، ولو هنا راح يوقع مبين بس يعني ما يخالف. صارت ويانا صينية البسكت الصالحة لمرضى السكر واللي تاكلها وتضعف.
هسه لازم احطها في فرن، درجة حرارة الفرن 180 8 دقائق لحد ما تتحمر وطلعوها. هسه الفرن صار عندي 180، راح احطها 8 دقائق لحد ما تتحمر. هسه عندي قرن ابيض، هذا القرن ابيض راح اسلقه واهرسه واضيف له زبد وكريمه ومن هالامور ويصير بمكان الماش بوتيتو. هسه انت راح تاكل ماش بوتيتو ما راح تحس بطعم القرن ابيض وانت تضعف وما بي سكر. فهسه راح اسوي الدجاج، عمد هذا يكون غدانا والحلا، وراح اسوي شاي عراقي. هسه عندي القرنابيط دا يسلق، انا بدي اسوي مثل الماش، وعندي بسكت صار جاهز راح اطلعه من الفرن. البسكت صار عندي جاهز بس بعده حار هسه شويه بيه طراوه. هسه من يبرد يصير اقوى. جيت اطلع احطه هنا هم يبرد اسرع، كلش حار درجت. هذا الحلو مالتنا اللي ما يسمن وما بيه شكر، ومرضى السكر يقدرون ياكلون هذا الشيء ويا الشاي. هسه راح احط الدجاجة نص دجاجة بالقلاية الهوائية. هسه اراويكم. طبعا احب اضغط عليها لما تسحب من السائل اكثر. حطيت، شوفوا الحجم، رغم ان حطيت نص دجاجة فارغة، هاي تستوعب حتى الدجاج الكبير ماكو. زائد اكو بيها ميزة انا لهسه اخذتها. طبعا ارجع اكد انه هذا مو اعلان، لانه احنا هنا عندنا مشكلة اذا تراوي شيء وما تقول انه مو اعلان تتغرم. انه بيها نظام طبخ تلقائي ومقياس حرارة. فكل اللي اسويه انه اشكل هذا هنا، وبعدين افوت هذا بالصدر، ومن هنا اكو مكان يفوت الكيبل، وهي لوحدها تعرف انه شو وقت تستوي وتوقف، هي تطبخها لوحدها، فانا ما ادوخ بشي. بس لازم الواير ما ينحط انه صدر الدجاجة من قدام، لازم من الجانب عمود يفوت الكامل الدجاجة، يقيس درجة حرارتها بالكامل. هسه اجي، طبعا صار لي مدة صراحة شوف هاي حتى نطبخ اكل دافي يعني ما مسوي بيها. فهسه خلينا نشوف دواجن دجاج، صدور دجاج، دجاج شو متبلة؟ لا اقل، نقول كيلو. شوف هسه تقول انه درجة حرارتها 13، فهسه هي قالت انه انا راح اسويه على هاي اوتوماتيك. هذا كل اللي اسويه. هسه هي اختارت الحرارة، اختارت درجة الحرارة، وتقول انه محتاجة ساعة على ما تستوي. يقول لي تريدها طرية او ناضجة، انا قلت اريدها ناضجة. هذا القرنابيط سلقته وضفت له فلفل اسود وملح، راح اهرسه. طبعا الزبد مسموح بهذا يعني النظام الغذائي، لانه يعتبر ما بيه كربوهيدرات فما يرفع نسبة السكر. اول شيء اضيف الزبد. انه كريمة الطبخ صحية اكثر من المايونيز، بنفس الوقت تعطي دسامة يعني مثل الكريمة. خلص عندي الاكل. طبعا هذا الدجاج ما محروق، مجرد انه التتبيلة ما ظليت ادهن بيه، ولانه الخلط البلسمي لونه اسود صار هيك لونه، اللي هو اذا تشوفون ما محروق. يعني هنا أنا ما ابي اي حرق وطري، شوف حتى ما مقسب.
وهاي لون التتبيلة، وهاي عندي الماش اللي من القرن أبيض وجبن كريمي، والبزازين عندي نايمين هنا. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو لليوم. نودعكم، وإن شاء الله بالأيام الجاية والأسابيع الجاية الفيديوهات راح تكون أكثر وأكثر. انقطعت فترة بس راح أرجع.